دوت جنبي نفس النظام كان شاري فدان واحد. الراجل شايف حضرتك دوت معاه فدان واحد بس ماشي معاه فدان واحد. اللي هي خد الفدان بعدها بمراته كان عنده مخزن بقايم الشركه، راح خدها برضه وباعها وراح كون نفسه، راح اشترك مع جماعه في البير، اشترى الفدان دي بكام؟ ب 35,000 جنيه كل اللي حلته، وراح زرع الفدان دي زرعه جامح. انت شايف الجامح حضرتك اهو، لانه مالوش زرع الا كده، جايب فلوس. الجامح ده جايب شقق من التجار، جايب عليه سماد وجايب اللي وراه، ما حلتوش حاجه خالص. وكان بيطلع يشتغل باليوميه عند الجيران هناك، عندي شويه عندي شويه. وبالنسبه لي انا واخد انا واخواتي 10 فدين. انا بالنسبه لي انا معايا فدانين، وليا ابن عمي معاه 5 واخ معاه 3 وواحد ثاني معاه 2، وده الجيران المسؤول. البير حضرتك بيكلف 150,000. فطبعا رحنا زرعنا الارض، في اللي بشجر تفاح وفي اللي خوخ وفي اللي مزروع بنجر وبدنجان، مشكلين الارض زراعه الفلاحين حضرتك زي ما انت عارف يعني، ما فيش اكتر من كده. وقعدنا نشتغل، ودي عنده 100 نروحهم عادي، ما هو ماشي الحال. بنجيبوا جايز على النوته والكيماوي على النو، كل ده بالقسط على حسب املنا ان احنا هنبيع القمح وندي الناس دي. ولا بصينا لقينا فجاه كده لقينا الوادر جاي، لقينا لا يقل عن حوالي اكثر من 50 لودر او 60 لودر. كل واحد جاي هوب جاي ضارب البيت الاول هده. طب استنى يا عم بتعمل ايه؟ قال لك ده امر ازاله. طب امر ازاله من مين؟ ما مش تنبهوا العالم. طب استنوا حضرتكم مثلا ان هي قيمه حوالي 20 يوم ولا شهر على ما خاطر ما هي نضم القمح ده حتى او نتصرف نشيله حتى البير ما فيش بير. كان بيحملوا البيار يعني المواتير اتحملت بحالها خدوها في العربيات، المحابس كسروها ياخدوها. يا جدعان هو في ازاله، في حكومه بتعمل بالطريقه دي كده؟ طب حتى يبقى في تنبيه، عشان خاطر ان الناس مثلا يبقى عارفين. ده واحد بيحكي دلوقتي بيقول في فرنسا واحد كان عنده بطاطس لقاه سرطاني، جت الحكومه عملت لها معاينه بطاطس وراحوا صرفوا له تعويض مكانه. طب احنا اللي خلينا نستورد قمح من امريكا ونستورد قمح من الدول، من روسيا ومن هنا ومن هنا. طب ما يبقى عندنا ولا يتحكموش فينا الدول الغربيه. نهار ما يقول لك ما تقول طرشه قدام، لان انت اهم حاجه قوت الشعب. طالما بيتك فيه قمح وفيه رز وفيه اكل مش هتدور على حاجه ثانيه. انت عاوز ايه ثاني؟ طب ايه السبب اللي خلاهم افتكروا الارض فجاه كده؟ خروج بعد النظام السابق من السجون، هذا لا مبالغه فيه خلاص، لا داعي لذكر اسماء، كلنا عارفين. كل يوم والتاني يسمع براءه 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 براءه. وطبعا فيه الحزب اللي هو كان نظام اللي هو اللي قبلهم على طول، كل حاجه علقوا شمعتهم عليه بصراحه ربنا بما يرضي الله. والفلاح بعد كده هيتظلم، ما عادش يطلع على انتخابات ولا اي حاجه خالص. الناس انت شايف حضرتك اللي بيروح ليبيا زي ما انت شايف حضرتك اهوت بيجوا مذبوحين هناك، الناس هتروح فين؟ مش حدش عارف. وبعدين البارح قاعدين كان واحد يصور بعض القنوات، بصينا لقينا قاعدين عشان يشوفوا صور ايه الخراب اللي حصل، لقيناهم جايبين كلب في التلفزيون، كلب. يعني الناس دي بحلقه، يعني البشر انت شايفه حضرتك ده كله دي ما يسويش حاجه، ما جاش حد يسوي كلب. انما دي صراع بين دول الخليج اصلا، الجماعه بتاعت دول الخليج هم كل ما حد يشوف الارض يقول لك ده حلوه، ده قريبه من الصحراوي. كل مسؤول بخاف ينزل، لان لو ماشي سليم هينزل في اي مكان يستثمر ارض. هو عاوز ارض فين؟ على الصحراوي نفسه، عشان ينزل من الارض في الصحراوي دي الطياره تجيبه وتطلع بيه تاني. والله هذه المساجد دي كانت ازالات شغاله يعني بصراحه ربنا ومتصوره. والله هذه المساجد ما خلوش حاجه خالص. وقلت طب استنى يا عم حتى اما نطلع العزال بتاعنا، والله ما صبر ما فيش، لان جه على فجاه. انا لو كان عارف منبهنا كنا هنسيب المواطنين تتاخذ زي ما حملوها راحوا باعوها كده يقسموها على بعض. فين انهي العداله اللي تتكلموا عليها؟ كل واحد رئيس يرشح نفسه زي مجلس الشعب يجي يقول لك هنعمل ونسوي، وراك ما يوصل للمنصب بتنتهي العمليه على كده. احنا يا ريت وصلنا صوتنا للناس ديت. ممكن يكون الوزير دي ما خدش ما شافش حاجه، ممكن يقول له ده مجموعه ارهابيه زي ما بيحصل. والله والرئيس برضه نفس النظام، كل اللي بيوصلوا علم بتاخد فلوس رشاوي ويقول لك ايه احنا في مجموعه ارهابيه مثلا في الحزام الاخضر، مجموعه ارهابيه في اللي في وادي النطرون في دي.